لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. النادي الاهلي بيأكد تفوقه على نادي الزمالك وبيقدر ان هو يحقق السوبر المصري لعدد مرات طبعا كتير جوه في تاريخ النادي الاهلي انه يحقق لقب السوبر، وبالتحديد على الغريم التقليدي نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي بيخسر السوبر للمره السادسه على يد النادي الاهلي. النادي الاهلي كان متفوق تماما طول المباراه، وقدر مع نهايه الشوط الاول انه يسجل هدف ولا اروع من برونو سافيو اللي بيقدم اوراق اعتماده وبيعتمد ان هو لاعب كويس قوي في منظومه النادي الاهلي، واتمنى انه يستمر على المنوال ده، واعتقد انه هيكون له بصمه كبيره قوي في نهايه الموسم. من بدايه المباراه وكان التشكيل هو الامثل بالنسبه للنادي الاهلي، كل العناصر اللي كانت بتشارك من بدايه المباراه كانت على مستوى الحدث. يمكن بس كان اول ثلث ساعه كان في تذبذب بالنسبه للنادي الاهلي او نادي الزمالك، وكان في طبعا تخوف من كلا الفرقتين على بدايه الهجمات، وكان في تخوف من فتح الخطوط، ولكن ده ما استمرش كتير، وبدات بعد الدقيقه 20 بدا النادي الاهلي الضغط الكبير على نادي الزمالك، وكل اللاعب كان تقريبا في منطقه نادي الزمالك، وبيقدر النادي الاهلي من خلال الضغط الكبير اللي كان بيعمله على نادي الزمالك انه يقدم خطوره كبيره قوي في الشوط الاول، واكتر من كوره كانت ممكن تكون هدف بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن ياتي الهدف الاول عن طريق خطا فادح من دفاعات الزمالك، وبيقدر برونو سافيو انه يستغل الخطا ده وبيلعب كوره ولا اجمل ولا اروع، وبيسجل الكوره. الواد عارف اللي هو بيحط الكوره كده موزه بيلفها كده ار2 من بتوع روبن وريبيري، وبيحط الكوره حرفيا في منتهى الجمال، والواد عارف حتى اللي هو ايه، برازيل فعلا، برازيلي وابيض، برازيلي وابيض. الواد بيرمي الكوره كده زي لفه الجاتوه وبيديها ظهره قبل ما بيتاكد ان هي حتى دخلت مرمى محمد عواد. ولكن الزمالك النهارده ما كانش موجود بالمره في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني بدا الزمالك انه يدخل في اجواء المباراه، وبالتحديد مع نزول شيكابالا اللي كان بيغير رتم المباراه من وقت للتاني. يمكن طبعا يعاب على جيزفالدو فيريرا انه في الشوط الاول كان لاغي تماما احمد سيد زيزو، وما كانش كان لاغي تماما احمد سيد زيزو في خطوره التشكيله بتاعته، وما كانش بيقدم اي شيء، ولكنه كان بيحاول كتير في نص الملعب، ولكنه ما كانش في مركزه، وعشان كده ما قدرش نادي الزمالك انه يسبب خطوره كبيره على النادي الاهلي في الشوط الاول. والشوط الثاني بيكون فيه تراجع كبير بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن ده كان طبيعي لان النادي الاهلي كان عايز ان هو يحافظ على الهدف بدون اي اخطاء دفاعيه وبدون اي هجمات من النادي الزمالك على مرمى الشناوي. وبالفعل قدر النادي الاهلي انه يحافظ على شباكه نظيفه لغايه الدقيقه 90، وبيجي الاهلي برده يسجل هدف في البلس 90، وبيقدر النادي الاهلي برده انه يعرف نادي الزمالك يعني ايه الهدف في الدقيقه 90. الهدف اللي بيجي في الدقيقه 90 هدف كريم فؤاد، وبالفعل صدق شلبوكه لما قال لك كريم فؤاد اضافه كبيره قوي للنادي الاهلي لما بينزل في التشكيله سواء بديل او اساسي، ومجرد نزوله بديل لبرونو سافيو اللي يعني نتمنى له السلامه على الشد العضلي اللي كان عنده، واتمنى انه يكون حاله عارضه ويكمل بعد كده ان شاء الله، لان لعيب كويس قوي. وبيجي كريم فؤاد بصراحه بيعمل خطوره كبيره قوي بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن انا عندي تفصيل عايز اتكلم فيها بالنسبه للبدلاء النادي الاهلي واللي هو قفشه. يعني انا بصراحه مش عارف اتكلم عنه واقول ايه، يعني يمكن واحد من الناس اللي انا كنت بحبهم جو في النادي الاهلي وكنت بتكلم عنهم كتير قوي على الفترات اللي فاتت، ولكن اللي حصل النهارده بالنسبه للماتش ده، عارف قفشه بالعربي كده اللي هو كان بيبطئ رتم النادي الاهلي، الكره توصل عنده ممكن تكون هجمه مرتده يلف حوالين نفسه ويرجع بالكره لورا وما بيقدمش اي اضافه. يعني انا وجهه نظر ان هو يكفي ان هو يكون لاعب بديل، وكمان ما ينزلش في مباراه مهمه زي مباراه النهارده. ولكن طبعا عايزين نرجع لمرجوعنا ونقدر ان احنا ندي كريم فؤاد حقه، اللاعب الكبير، اللاعب اللي بيأدي في كل مباراه بينزل فيها، والكلام ده لو دل على حاجه هيدل على ان هو لاعب كبير ولاعب المواعيد الكبيره، وقدر ان هو يسجل الهدف الثاني في البلس 90. كمان عايز اشيد بطاهر محمد طاهر اللي قدر ان هو يعمل مباراه قويه، ولكن كان خاينه الحظ بالنسبه للمباراه دي. وطبعا مش عايز انسى المايسترو حمدي فتحي اللي قدر انه يكون رمانة ميزان النهارده في مباراه السوبر المصري في الامارات، وقدر انه يعمل مباراه قويه الى ابعد الحدود، وقدر انه يساعد الاهلي على التحكم في خط الوسط، وكمان كان عباره بتنقل الكوره من خط الدفاع لخط الهجوم بكل سلاسه وكل حرفيه. وبكده يا صديقي تكون خلصت الحلقه السريعه دي، الدردشه عن النادي الاهلي، اتكلمنا فيها بشويه حاجات كده صغيره عن الماتش الخرافي اللي انا كنت بتفرج عليه، واللي كنت حاسس ان الماتش ده هيكون ماتش بالنسبه لنا للنادي الاهلي هيكون المكسب والانتصار، لان النادي الاهلي عودنا دايما على المكسب والانتصار والفوز، وعودنا دايما كمان على الفوز على نادي الزمالك، وعودنا دايما على حمل الالقاب. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتك يا صديقي، ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وكمان تعمل اشتراك للقناه لو انت اول مره تشوفني، والسلام عليكم.